السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. واليوم ان شاء الله عندنا واحد الوصفة ديال الزعلوك مشوي اللي كيجي من اروع ما يكون. وتابعوا معايا الفيديو حتى الاخير، ولا عجبكم ما تنساوش تشاركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد. بسم الله. انا عندي هنايا واحد اللاطة اللي غادي ندير فيها بحال هكا 2 حبات ديال الباذنجان و2 حبات ديال الفلفلة، وانتم كديروا حساب على حساب افراد العائله. وغادي ندير هنايا فصوص ديال الثومه هكا صاينين بالقشره ديالهم. انا هنا درت واحد 6 الفصوص باش غادي حتى هما كيتشواو، ما كنديروا فيهم لا الزيت لا والو، صافي. وكنديرهم في الفران كيتشواو، او بعد ما كنساليو هكا من كنطيبوا الخبز كنخرجوا الخبز يكون الفران سخون كندخلوهم هكا كنشويهم في الفران. صافي جبت هنا 4 الحبات ديال مطيشه اللي غادي نقيهم، كنحيد ليهم الزريعه. ضروري ما كنحيد هاد الماء ديالهم والزريعه، كنخلي غير الهبيره بحال هكا. الا بغينا هكا لهاد الباذنجان ينجح معنا وهاد الزعلوك ينجح وكيجي رائع وكيجي لذيذ، تنحيدو هاد الزريعه. صافي بعد ما كنقي هكا مطيشه كامله حتى كنكملها، غادي نقطعها هكا طريفات رقاق. وهاد الزعلوك راه كيجي لذيذ، وجربوه ردوا عليا في التعاليق. بحال هكا كنرافقوا به الحوت او كنرافقوا به بحال هكا اكلات. كنقطع مطيشه حتى كنستمر عليه حتى كنكمل المطيشه اللي عندنا. غادي نحيد هذاك الوسطاني ديالو، هذاك العظم اللي تيكون في مطيشه. صافي كنستمر عليه حتى كنكملها. وغادي نجيب واحد المقله او طنجره كندير فيها هاد المطيشه ديالنا. شفتوا معايا راه ما فيها لا ما لا والو. صافي غادي نسد عليها وكنحطها فوق البوطه كطيب. كندير شويه ديال الملحه، رص صباعي ديال الملحه. صافي كنشعل العافيه كتكون مهيله، ما نجهدوش عليها العافيه، وكنخليوها هي كتشحر بحال هكا. وحنا كنحركوها بحال هكا بهاد المعلقه ديال العود، وكندلكو هاد الميطيشه بحال هكا. كيف ما قلت لكم تكون العافيه مهيله، ما تكونش العافيه مجهده باش كطيب على خاطرها. هنا ما كنوجدوها حتى كيتشوى لينا بحال هكا الدنجال، عاد باش كنوجدو هاد المطيشه. او ما كنشعلو عليها حتى كنشويو الدنجال وكنشويو الفلفله كنصايبوهم كنوجدوهم، عاد باش غادي نشعلو عليها. هنا غادي نوريكم كيفاش تشوى بحال هكا الباذنجان، وغادي نغطيه حتى كيرجع فيه داك الصهد، راه باقي شويه هكا سخون. وتشوات هكا الفلفله كنغطيهم بحال هكا بلاستيك غذائي، وغادي نحطهم على جنب حتى كيبدا بحال هكا تيبرد، عاد باش غادي نحيد له القشره. لان الا رجع فيه هاد العرق ديالو راه دغيا كتهز لينا هاد القشره ديال الباذنجان ما كيضيعش. نتوما شفتوا معايا كيفاش هكا كتحيد الجلده بسهوله، كتحيد ما درنا فيها لا زيت لا والو. بحال هكا الناس ديال الريجيم والناس اللي دايرين هكا الحميه وما كيبغيوش كثرت التوابل وكثرت بحال هكا الدهون، يعني الباذنجان راه صحي بحال هكا نرافقوا به الاكلات. صافي غادي نقطعو، راه طيب، راه تبارك الله هكا طاب جا بحال المخ. صافي كنعاود نقطعو بحال هكا ونحطو على جنب. قطع الباذنجانه الاخرى، وغادي نرجع الفلفله ديالنا حتى هي كنحيد لها القشره بسهوله، لان الا غطيناه كيرجع فيه داك العرق ما كتلقاش فيها، ما تلقايش مشكل، ما كتلصقش عليها هكا الجلده. صافي نحيد الزريعه
ما كنغسلوها ما والو، كنخليو ديك البنه ديال الشواء هي اللي كتعطي البنه هكا في الفلفله وفي الدنجال. بحال هكا الا شويتوهم ما تغسلوهمش. صافي هنايا بعد ما قطعت الفلفله غادي نجيب هكا الثومه كنحيد ليها القشره حتى هي راه تشوات. وفي هذا الوقت ضروري ما كنقويو هكا الثومه لان صحيه لينا والوليدات مع هاد النزله ديال البرد. صافي هنايا غادي نجيب الباذنجان كنزيدو على مطيشه، وكنجيب الفلفله حتى هي والثومه، وغادي نبدا تندلك والعافيه مهيله وانا كندلكها بحال هكا باش كيتدلك لينا هاد الباذنجان وكيتخلط مع مطيشه. هنا كيف ما قلت لكم ما غاديش نقوي التوابل. هنا درت واحد المعلقه ديال المعدنوس اللي كتكون ميبسه. كندير الملحه لان ما درتش الملحه في الاول بزاف، كندير الملحه حسب الذوق، وكندير الكمون فقط هما اللي كندير. وغادي نضيف الزيت البلديه او زيت الزيتون، كندير واحد 4 المعالق ديال زيت البلديه او زيت الزيتون. صافي كنخلطها وكندلكها شويه بحال هكا لان راه الباذنجان طيب، مطيشه طيبه، فلفله حتى هي راها طيبه. حنا كنخلطو وحنا هكا كنمعسوها هكا بالمعلقه ديال العود. صافي وكنطفيو عليها بعد ما كطيب راه كنطفيو عليها بحال هكا. نقدروا نحتفظوا به بحال هكا في الثلاجه يومين بحال هكا او 3 ايام راه كيبقى مزيان. انا خليته شويه نشف. صافي الباذنجان ديالنا راه طاب وغادي نوجدوه هكا في طبق التقديم. نقدروا بحال هكا راه نديروه وجبه كامله لان راه صحي هوايه. المقيله ديالنا ديال الباذنجان طابت صافي وغادي نضيفو بحال هكا في طبق التقديم. غادي نزيد عليه الزيتون. انا عندي الزيتون خضر هنا بلا عظم، ما كنطيبوش، غير كبيت عليه هكا الماء طيب وخليته مرقد في الماء طيب. صافي كنجبدوه نصفيه بحال هكا وكنضيفوه هكا بالفوق. كنقص فيه ديك الملحه وغادي ندير هكا الحامض او ليمون الحامض مصير. الاكله ديالنا وجدات. وما تنساوش لا عجبكم فيديو ما تنساوش تشاركوا في القناه، وغادي نخليكم مع الصور. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.